العالمي. تواصل دولة الغدر التركية هجماتها المتكررة وتستهدف بشكل ممنهج ومعتمد المدنيين والأطفال، وهي غير مكتفية إلى الآن بما قامت به من إجرام، بل تقوم بشكل يومي بعمليات الإرهاب الإجرامية باستهداف المناطق الآهلة من السكان المدنيين والأطفال، وبهذا يقتل ويصاب الكثير من المدنيين في منطقتنا وغالبيتهم الأطفال. وأمام الصمت الدولي تام عن المجرمين وجرائمهم وقذائفهم القاتلة التي تسقط على رؤوس الأطفال الأبرياء دون أي ذنب، ففي يوم أمس تسبب الهجمات التركية الفاشية في إصابة 4 أطفال مدنيين كانوا يعملون في الأرض من أجل لقمة عيشهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. الأطفال أتوا من حلب من أجل لقمة عيشهم وطالتهم قذائف الغدر، حيث تم إصابة 4 أطفال وحالتهم خطرة وهم في العناية المشددة. وتم استشهاد طفل فارس إبراهيم البالغ من العمر 13 عاما. أين الإنسانية؟ أين دعوة حماية الطفل أمام هذه الهجمات الوحشية البعيدة عن الأخلاق والإنسانية؟ يجب على المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية ومنظمة حماية الطفل القيام بواجباته الإنسانية حيال جرائم الدولة التركية التي لا تتوقف. إننا في منظمة أطفال ستيرك في حلب ندينها بشدة هجمات الحكومة التركية الفاشية على منطقنا، وندينها بشدة الصمت الدولي التام، ونطالب المنظمات الإنسانية والحقوقية والقانونية ومنظمات حماية الطفل أن تلعب دورها لحماية الأطفال لكي يعيشوا كباقي أطفال العالم بأمان وسلام. وعليهم الوقوف أمام جرائم الاحتلال التركي ومحاسبتهم على ما تسببوا للأطفال. الموت لفاشية تركيا، لا للصمت الدولي، لا لقتل الأطفال. منظمة أطفال ستيرك في حلب 20/5/2024. لا